من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا الله يا قوي يا الله يا منتقم يا الله يا سميع يا الله. جهد 3 كيلو ديال الليمون، قشرتها وقطعتها بهذه الطريقه هكا. غادي ندير عليها السكر ونخليها تبات ليله كامله حتى تطلق داك اللب ديال سميتو داك يذوب داك السكر ويتجانس يطلق الليمون الماء ديالو وردا. ولات اللي ما قدرش تخليها تبات حتى الغد ليه في المثل دارتها في عشيه وخلاتها باتت، يمكن تخليها ديك 5 سوايع 6 سوايع وتشعل ليها البوطه وتنقاس عليها تخليها طيب على المهل حتى يطيب مزيان باش يطلق سميتو. دابا انا هادي عندي 3 كيلو ديال الليمون مقطعه ومحيده العلفه وكل شيء، وعندي السكر نص كيلو ديال سنيده. لا خصو الانسان الا تذوقيه كاع الا بغيتي في هذاك القياس ديال الحلاوه اللي درتيه نتيا في القياس جاك ناقص تزيدي السكر، بغيتي هذاك القياس تديري هذاك القياس. المهم كل سيده والذوق ديالها. انا ما تنبغيش فيه الحلاوه تكون بزاف حيت تتعجبني الحلاوه ديال الليمون يكون غالبه على السكر. داكشي باش تندير انا السكر غير القياس قليل حيت ما فيها ما ديري ما توصي لا ما لا والو راه تيجيك زوين. هذه دابا ديري عليها السكر، عاد ندير عليها نص كيلو بحال هكا بهذه الطريقه ونخليه حتى العشيه. انت انا هذا دابا دايراه من ورا الظهر، خليه في المثل حتى الليل ونشعل ليه. شتي نسد عليه دابا، نوض عليه الغطا ديال الكوكوط ونخليه باش يطلق يذوب داك السكر اللي مع الليمون. وبقاو معايا غتشوفوه ان شاء الله ملي يطيب غادي نوريه لكم. غتيجي غزاله. والقراعي اللي عندك بحال هكا ديال الفريز ولا ديال سميتو بحال هادو راه تعقميهم ديريهم في الماء طايب طيبيهم في شي حاجه وتعاودي تردي فيهم تعمريهم وتسديهم تخليهم في الكوكوط اولا ديريه هو سخون. الا درتيه سخون راه تيبقى لك تيتعقم الراس القرعه تدير ليها الغطا ديالها الراس مابقاش تحل. الا ما وصلوش لبرد ولا شي حاجه تيبقى لك ولا بقى حتى يدور العام تيبقى لك الكوفيتير مزيان. وقت اللي بغيتي تحليه راه تقضي به حاجه مزيانه تطيبها في دارك ماشي هي بحال ديال الزنقه. وبقاو معايا ان شاء الله يطيب ليا هذا سميتو غادي نوريه لكم ونوريكم الطريقه.